دي احلى طريقة للبافلو تشيكن وينجز، سهلة جدا وبسيطة وطعمها خطير. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بخليط النقع. خليط النقع ده عبارة عن كوباية من الدقيق عليها شوية توابل. التوابل دي ملح، فلفل، توم بودرة، بصل بودرة، جنزبيل بودرة، بابريكا مدخنة، وكاري. انا بحب طعم الكاري فيه. هقلبهم كده مع الدقيق عشان لما احط الفراخ انا عايزة كل الفراخ تتغلف بالتوابل وتتبل كويس جدا. بعد ما اقلبهم كويس جدا هحط بعد كده باقي الاضافات. انا النهارده هستخدم حوالي 500 ملي من الرايب اللي هو اللبن الرايب مش الحليب. هضيف كل الكمية وبعد كده هضيف عليها حوالي من 3 ل 4 معالق زيت. انا هستخدم حوالي 2 كيلو من اجنحة الدجاج. بعد كده هقلب كل الخليط ده مع بعضه. هو في الاول هتلاقوه بيكلكع معاكم بس مع التقليب المستمر هيفرد كويس جدا جدا. انا عايزه كميه الدقيق اللي انا حطيتها مع التوابل تتقلب كويس قوي قوي مع الرايب وكمان الزيت. لو حسينا ان هو مش بيتقلب معانا ممكن نضيف شويه كمان من الحليب. انا هنا خلاص خلصت فردته لحد ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دوبت كل الاضافات وبعد كده هضيف فيها الفراخ بعد طبعا ما غسلتها. لازم تتغسل كويس جدا لان دي اجنحه وبعد كده بتتنشف وتتحط في الخليط. انا عايزاها تتغلف زي ما انتوا شايفين كويس قوي. اقل حاجه ممكن نسيب فيها الفراخ هي ساعتين او كمان ممكن 3 4 ويمكن ممكن من بالليل بتدينا نتيجه حلوه جدا جدا. غلفتها وهسيبها في التلاجة حوالي ساعتين وهبدا احضر الطبقه الخارجيه. انا فرمت هنا شويه من الكورن فليكس بس اللي هو من غير سكر، ومعايا طبعا البقسماط. ممكن نستخدم ده لوحده او ده، او ممكن نخلط الاتنين مع بعض زي ما انا عملت. انا بحب اخلط الاتنين مع بعض. بعد كده هاخد الفراخ زي ما انتوا شايفين كده وهبدا اغلفها كويس قوي بالطبقه دي. انا عايزه وانا بغلفها ادوس عليها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين عشان الطبقه ما تفكش من عليها وكمان تدينا كراست حلوه قوي. بعد ما هغلف طبعا كل الكمية، نقدر نغلف كل الكمية نحفظها في الفريزر تقعد معانا فترة حلوة او نقدر نستخدمها على طول. اجنحة الدجاج بتاخد وقت شوية علشان تستوي. انا النهاردة هسويها في الفرن. طبعا ممكن نستخدم الاير فراير وممكن نستخدم كمان القلي بس بعد ما نقليها هندخلها الفرن تاني عشان نضمن ان هي استوت كويس جدا. خلاص بعد ما خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين رشيت طبعا ورق الزبدة بتاعي بزيت، رشة من الزيت او ممكن زبدة كمان، وهبدأ ارش على الفراخ نفسها زيت كويس. هرشها رشة كويسة جدا وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 الرف وسط. هتاخد حوالي من 50 دقيقة لساعة. وفي الوقت ده هنحضر صوص البافلو. انا حطيت هنا 60 جرام من الزبدة على نار هادية هسيحها. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من السيراتشا او ممكن الكاتشب العادي مع رشة الفلفل الحار، معلقتين من عسل النحل الابيض العادي وممكن كمان استبدلها بسكر او سكر بني، وكمان هضيف عليها نص معلقه صغيره من الخل. هبدا اقلب كل الخليط ده مع بعضه على نار هاديه، ما تعلوش النار عشان الخليط ما يتحرقش منكم، لحد ما كله يعمل الصوص اللي احنا عايزين نوصله. هو ده الصوص اللي احنا عايزه اوصله، صوص خطير جدا. هسيبه على جنب واول ما الفراخ تطلع هبدا احطها زي ما انتوا شايفين بالفرشه اغلفها بالصوص. ممكن نحط الفراخ في بوله كبيره ونحط عليها الصوص برضو، دي خطوه انا بحب ادهنها بالشكل ده. بعد ما اغلفها كلها بالصوص خلاص هي استوت تماما. هسيبها ترتاح وبعد كده هقدمها. اكله سهله وسريعه وبسيطه وطعمها خطير، هتعجبكم جدا. قدمتها مع سلطه كول سلو احلى بكتير من اي مطعم بره البيت. جربوها ومتاكده هتحبوها ومتأكدة هتعتمدوا الوصفة دي على طول. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ومستنية كل تطبيقاتكم.